معاك موبايل من سامسونج. تعال اما نشوف الخاصية دي مع بعض، وهقول لك في نهاية الفيديو ايه فايدة الخاصية دي. هنضغط على الاعدادات بالشكل اللي قدامك ده كده، وبعد كده هنضغط على العناية بالجهاز وهنسكرول لتحت. زي ما حضرتك شايف هتلاقي حاجة اسمها التحسين التلقائي، هتضغط عليها. وايه هي ميزة التحسين التلقائي دي؟ لكن قبل ما اقولك ميزة التحسين التلقائي، اتأكد ان انت عملت متابعة، ولو مش متابعني تابعني عشان ما فوتكش اي جديد. هنضغط على التحسين التلقائي بالشكل اللي قدامك ده كده. هيقولك اخر اعادة تشغيل تلقائي غير مفعل او اعادة التشغيل التلقائي. انا هضغط عليها بالشكل اللي قدامك ده. والميزة دي، فايدة الميزة دي ان الجهاز نفسه هيعمل اعادة تشغيل لنفسه في اوقات معينة ممكن حضرتك تحددها، وممكن حضرتك تخليها اوتوماتيك عند الحاجة ليها. يعني ممكن الموبايل نفسه يكون محتاج ان هو يعمل ريستارت، فهيعمل ريستارت لوحده. وممكن انت حضرتك تحددها حسب مواعيد نومك او حسب مواعيد شغلك، لو حب يوم كل اسبوع. لكن الميزة دي جامدة جدا 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 ومفيدة جدا للموبايلات اللي موجود فيها الميزة دي. وعلى فكرة هي الميزة دي حصرية لموبايلات سامسونج، ودي حاجة كويسة جدا. يعني في منها بعض ميزة لو انت فعلتها بتقولك ستتم إعادة تشغيل هاتفك تلقائيا في حالة اكتشاف مشاكل للأداء. وفايدة ان الجهاز بيعمل ريستارت لوحده، بيكون في تطبيقات موجودة في الخلفية، بيكون في ضغط، بيكون في شحنات زيادة في البطارية، بيكون في حاجات كتيرة جدا 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 حضرتك مش واخد بالك منها، بتكون متخزنة في الرام ومتخزنة ضغط على الموبايل. فلما بتعمل الموضوع ده